اولا انا نحب ننفي قدام التوانسه الكلام اللي جاء على لسان الاستاذ من انه ثم ميليشيات لحركه النهضه وقاعده تكرر فيها بعض اطراف وبدون اي تحري وانما تتلقفها، والحقيقه سياسيا نعرف شنو هي الاغراض من هالكلام هذا، وانها الميليشيات هذه جات على خاطر الوزير نتاع الداخليه من حركه النهضه. الامن ماهوش في حاجه باش يستعين باي حزب بتلك الطريقه. الامن ما فيه كان رجال الامن اللي لابسين زي واللي ما همش لابسين زي، واي واحد يتعامل بشكل يحط روحه في موقع الميليشي ما يتحمل كان هو مسؤوليته، ويلزمنا نثبتوا شكون اللي حرضوا على فرض يكون يتوجد، نثبتوا شكون وراه مصطنعه ولا حقيقيه. وانا شخصيا مستعد باش ناخذ كل الحقائق ونتعاونوا على البحث فيها، ولكن ما نحبش هكا الكلام الكبير اللي قلت لكم قبيله في المقدمه كيف نجي باش نشد راس الخيط. كيف ما القاضي لازم حاجه لازم دليل باش يبحث من خلاله، ما نلقى حتى شيء، نلقى كان كلام اتهامات متبادله وكاو. لكن باش والصور المتداوله على الفيسبوك اعطيني حاجه الصور متبادله متداوله هاو باش تجيكم الصور من النوع الاخر المتداوله تو باش تجيكم الصور الاخرى حتى تشوفوها. ما هي الصور الاخرى ما جاتكمش، الصور المولوتوف وصور الناس اللي خدودها معناها مقطعه رؤوسها مبجوجه رجال امن باش يعملوا في رواحهم وحدهم هكاكا. الحجر اللي تشوفوا فيه في الشوارع، المولوتوف اللي تشوفوا فيه في الشوارع، من اللي جابه؟ من اللي جابه؟ الصافي في الموضوع هو التالي: إما أن هناك دولة، إما قانون الدولة بصفتها الممثل الرمزي للشعب، وقت اللي تتخذ قرار نطبقوه وبكل الوسائل كيف يبدأ غلط نجموا نحوه. قضاء إداري، مجتمع مدني، نجوا نتحاوروا إلى آخره، على فرض يكون غلط والأستاذ يقول ماهوش من حقه، لا من حقه، من حقها الوزارة باش تقول اليوم تبدل الطريق يمشي هيك لاعتبارات إصلاحات أو لاعتبارات ضيوف أو الغير، ماهوش من حق، بل من حق البلديات. وما ثم الشيء هذا اللي يحكي عليه اللي يسماه يوم أسود، وما هو بأسود، بل صارت عديد التظاهرات احتفالا بعيد الشهداء في كل الولايات وبما في ذلك في ولاية تونس. ولكن المجموعة هذه يتناقشوا تجي علمناها بالمسبق في الفيسبوك تخرج تقول جيبوا الحليب وجيبوا الحجر ورانا اليوم باش نسقطوا الحكومه وراه اليوم باش نعصموا الموقف. يجوا يشدوا الامن يقولوا يعيشكم هاو شارع محمد الخامس مستاسع، هاي شوارع اخرى مستاسعه، ما تمروش، ما نجموش نعطوا الواحد وما نعطوش الاخر. يعيشكم يهديكم ربي كذا. في ايضا انا عنف في شارع محمد الخامس. هاني جاي اتوا نرجعوا له حتى اللي مش وشكون هما الاطراف؟ هذا مثلا نقرا ممثلو عدد من الجمعيات. اتوا نشوف كلها راني نهار كامل وانا نتابع في الموضوع. بالتالي بعد ما يقبلوش يشدوا لهم كوردون باش ما يتعدوش، يمروا للمولوتوف وللحجر. يولوا شكون هما اللي يعملوا المولوتوف والحجر؟ هما مجموعات من المتظاهرين صغيره، مجموعات شدوا منهم برشا تو يعدوهم وقاضي التحقيق والنيابه العموميه تفعل فعلها، فهمت؟ ويضربوا ولا يهمهم وين يجي الحجر وعلى شكون يجي الى اخره. فيضطروا استعملوا اللاكريموجان باش ما يصيرش ضرب، باش يفرقوه. اللي صار في محمد الخامس ناس تجمعت، بعض ساده اعضاء من المجلس الوطني التاسيسي كانوا يقودوا في مسيره، تحدثوا معاهم قالوا لهم تمشوا حتى لين في النيفو نتاع الدخول لشارع العبيد بورقيبه، ما تتجاوزوش هذا عايشكم. ثم اللي لقاو منه تجاوب معناها على الاقل في الحوار مرن، وثم ناس قالوا يا تخلونا نتعدوا يا رانا باش نتعدوا بالسيف. يهديكم ربي يعيشكم كذا. في الاخير جبدوا الحجر وكالعاده المقذوفات، باش ما نقولش الكلام المقذوفات نتاع الكلام هذيك معناها يلزمها بلديه كامله باش تنظفها. اما نحكيو على المقذوفات نتاع الحجر ونتاع المولوتوف وغيره، اضطروا باش يستعملوا كذا. كيف يبعدوا رجال الامن شويه باش ما يخلوهمش يدخلوا في شارع بورقيبه، يكونوا بعاد على مسافه
ويضربوا بالحجر، من حين لآخر يبعثوا لهم باش يشتوا. وعدا هذا ما يقعش يا أخي. لكن إذا صارت تجاوزات، قلت أنت عندكم تجاوزات، جيبوا التجاوزات، مش نحلوا تحقيق، نحلوا كل التحقيقات ونحلوا تحقيق مستقل مش فقط في الداخلية. يساعدش الناس هذا؟ تقبلوش هذا؟ تقبلوش بالنتائج؟ كيف الدين المجموعات هذه؟ أما المهم أنه الناس المكيالين هذوما اللي تستعمل فيهم بعض الأطراف، وهي أنه وقت اللي غيرها تقول علاش ما تدخلتش، وقت اللي ندخلوا باش نفرضوا القانون تقول لا هذا الشارع احنا حررناه، حتى أنا حررته، نعم، حتى أنا جزء من التحرير هذا، واللي في السلطة كلهم جزء من التحرير هذا، وما نحبوا حد يزايد على حد نضال ومن فضلكم في الموضوع هذا. كلنا أولاد هالشعب، كلنا عندنا نفس الحقوق، ولكن وقت اللي ننظموا حاجة نبحثوا على تنظيم شيء مش على المنع. احنا المسيرات نحبوا نحموها، عندنا مصلحة باش يقال علينا الكلام هذا؟ ما عندناش، ولكن ثم حد أدنى أنه نبحثوا على المعدل العام اللي إن شاء الله يرضي أغلب التوانسة وكلهم إذا نجمنا، لكن يخدم المصلحة. ولكن الناس التي تصر إصرارا فلهم ذلك. وعلى فكرة حتى الشعارات اللي المتحدث عليها وكلها اليوم نحبوا نسقطوا الحكومة، لكن معليش يسقطوا الحكومة. أنا نقول لهم اللي يحب يسقط الحكومة يمشي القصر باردو ويكلم أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويسحب ثقته منها، أما مش يجيب الحجر بخصوص بعض رئاسة المجلس تطالب بمراجعة القانون. مرحبا بالأخ رئيس المجلس الدكتور مصطفى بن جعفر. أنا قلت لك احنا توا ما زلنا في نهاية اليوم نجمعوا، هاتوا نعطوكم كل المعطيات اللي موجودة، قداش من واحد تضرب، قداش من واحد تشد إلى آخره الصور. وإذا وإذا كانت توفرت مجمل المعطيات مش نحلوا تحقيق، نحلوا تحقيق وبمشاركة المجتمع المدني، أما بشرط فعلا يشدونا الخيوط ويوصوا ويوريوا للشعب الحقيقة، ما يوروش تضحك. على فكرة ثم مجموعة كبيرة من الناس معروفة متكررة في كل هذه كلها عمرنا أنا كوزير عمري ما سمعت منها معناها انتقدت ولا نددت باللي يقص الطريق واللي يقص الإدارة واللي يقص المعمل واللي يقص السكة واللي يمنع الناس من الخدمة. عمري ما سمعت بهم ينددوا بهذا وتقولوا يا ناس راهو هذا ما يخرجش عليكم يعيشكم، عبروا اضربوا على اعملوا إضراب كيف تحبوا لكن ما تقصوش عليكم. سمعتهم كان يحرضوا ويشجعوا ويبرزوا في الأشياء هذه، وكله تحريض معناها مباشرة يبدأ بحاجة بسيطة باش ينتهي بإسقاط الحكومة، ولو هم حرار في هذا، لكن الوسيلة ما هيش نبيلة مع الأسف.